السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك خالد النجار من القاهرة. يا جماعة النهاردة أنا جايب لكم فعل مهم جدا جدا، يعتبر برنس أفعال اللغة الألمانية، العريس بتاع أفعال اللغة الألمانية. ليه بقى أنت ليه بتقول فيه كده؟ هذا الفعل ميزته إن هو بيعمل لك جمل جميلة وظريفة بتكمل معاك حوار. تمام. عايزين نشوف الفعل ده معناه ايه. فوهابن ده معناها ينوي. ينوي يعني يعمل بلان بكره او بعده او النهارده. طيب was hast du heute vor؟ يعني ايه was hast du heute vor؟ لما نيجي نحط الفعل ده في مثال يا جماعه بنحط هابن في المركز التاني ايه ونجيب بعد كده فور في الاخر، يبقى اذا هذا الفعل منفصل. خلي بالك انت هتحتاج الفعل ده يا بتاع البي اينس، هتحتاجه فين؟ هتحتاجه في الايه امتحان جزء الايه الاشبريشن جماينزام بلاننج. جماينزام ايه بلان؟ يعني لو تعرف اي حد في البي اينس ابعت له الفيديو ده. فهابن معناه ايه؟ ينوي. طيب نحطه في مثال فازاس دو هويت فور، ناوي تعمل ايه هويت النهارده؟ ناوي تعمل ايه؟ يبقى فازاس دو هويت فور معناها ناوي تعمل ايه، بتساوي وات ار يو دوينج توداي يعني. تمام. هذا الفعل يا جماعة مهم جدا. ليه؟ لأن من خصائصه إن أنت بتجيب معاه انفينيتيف ميتتسو في الآخر اللي هي أن المصدرية. الله، ده أنا هكسر الدنيا النهاردة لأن أنا عرفت فورهابن معناه إيه. على طول بقى أنا أقول إيه النهاردة؟ أنا ناوي إيه؟ أشتري كتاب. إيش هابا فور أين بوخ تسو كاوفن. أنا ناوي النهاردة أتفرج على فيلم. إيش هابا فور أين الفيلم تسو زيهن. تسو زيهن، يبقى تسو بتأتي قبل الفعل فين؟ في الايه المصدر. ايش هابا هويد مثال اللي قدامي دلوقتي بيقول ايه؟ ايش هابا هويد فوا انت كينو تسوجين. انا ناوي النهارده اروح السينما. يبقى دلوقتي خلاصة الموضوع بتاع فوهابن الدنا ان هو بيعبر عن الابزيشت. يعني ايه الابزيشت؟ ابزيشت يعني يا جماعة النية. ابزيشت معناها الايه؟ النية او الخطة. النية او الايه الخطة. was hast du heute vor؟ ich habe heute vor in die Stadt zu fahren. انا النهارده ناوي اروح الايه وسط البلد او المدينة. ich habe heute vor in die Stadt zu fahren. ما تنساش تحط الفعل في الانفينيتيف ميتتسو في الاخر من غير ما يتصرف. ودوت ميزة الايه البرنس بتاع اللغة الألمانية اللي هو فور هابن. ich habe vor كذا. was hast du heute vor؟ يبقى نجيب بعدها انفينيتيف ميتتسو. انفينيتيف ميتتسو. مثال بايشبيل. was hast du heute vor؟ ich habe heute vor einen englischen Kurs zu besuchen. كورس مع besuchen معناه يشترك فيه يا جماعة، يشترك فيه أو يلتحق في إيه؟ في كورس. was hast du heute vor؟ ich habe heute vor أنا النهاردة ناوي. ich habe heute vor ناوي. ich habe heute vor ناوي نعمل إيه؟ einen English Kurs zu besuchen. يبقى الzusammenfassung الخلاصة. zusammenfassung يعني يا جماعة خلاصة إن هذا الفعل منفصل تغين بارز فيرب فور بتيجي في الآخر، وبيعبر عن الابزيشت بيساوي فولن يريد. بس فرق بينه وبين فولن ان فولن ما بيجيش معاه انفينيتيف ميتيتسو، بيجي مع المصدر مباشرة من غير تسو. يعبر عن الابزيشت يأتي معه انفينيتيف ميتتسو. تمام. يتست دلوقتي habe ich vor eine Hausaufgabe zu schreiben. دلوقتي انا ناوي اكتب لكم ايه؟ الواجب. ich habe heute vor ما عليكم ان انتوا في تعليق هتحطوا الايه الكلمتين اللي ناقصين في هذا الايه المثال الرائع. فوهابن فوهابن فوهابن. الله، ده من الافعال الجميله. ده النهارده انا استفدت حاجات جميله جدا. يعني النهارده بعد كده اقول انا ناوي اعمل كذا، اعمل بقى احطها في الانفينيتيف وقبلها ايه؟ تسو. ich habe heute vor einen Roman. رومان يعني طبعا عارفينها روايه. ايه بقى؟ تمام. طيب ما تنسوش يا جماعة تشغلوا جرس التنبيه عشان يجيلكوا اي فيديو، ولايك كمان عشان كل فيديوهات ايه تجيلكم تباعا، وشير. واحلى حاجة بقى منتظرها منكم دعوة حلوة زي ما عودتوني. كان معاكم خالد النجار. بيس تسوم نيكستن مال تشوس.